ظواهر سلبية مميتة. نرى كثيرا على شاشات السوشيال ميديا، فيسبوك وغيره من وسائل الإعلان، بعض الأطباء يقومون بعمل أو بإجراء جراحات خطيرة جدا أمام المشاهد أو أمام القارئ أو أمام مرتادي تلك المواقع. وفي الحقيقة دي ظاهرة سيئة جدا، لأنه لا يراعي فيها أشياء كثيرة، أهمها أنه بيعرض حياة كل الناس للخطر. فنحن كمجتمع وكل المجتمعات أيضا الآن أصبحت المجتمعات مفتوحة، والشاشات الميديا متوفرة بين أيادي كل إنسان حتى الطفل. فعندما يقوم طبيب بعمل جراحة أمام الناس ويراها طفل ممن يكون في سن التقليد، ونحن نعلم أن الأطفال دائما يريدون أن يعملون كل المهن، فهو يقوم باللعب هو وأصدقائه كضابط، قاضي، لص، طبيب. فلما لا أنه يقلد هذه الخطوة التي يراها أمامه وهو لا يعلم، فقد يعرض أخيه أو زميله أو أي شخص في مثل سنه للخطر. وبناء عليه تلك الظاهرة هي من أسوأ الظواهر اللي بتقوم بالترويج هنقول مش بنقول لمنتجاتهم، لا، للمهنة الخاصة بيهم. لماذا لا تكتفي بالترويج عن طريق بوست تعرض فيه قدراتك وتعرض فيه النتائج كما كان في البداية؟ لماذا يتم العرض لايف للعملية وأنت تقتحم العين وتقوم بإجراء جراحة و هذا الشيء خطير جدا، ونهيب بالمسؤولين وبالأطباء أن يكفوا عن مثل هذه الأعمال حفاظا على سلامة المرضى وغير المرضى.